ادوين بارنز طفل صغير كل حلمه يكون شريك لتوماس اديسون المخترع العظيم اللي كلنا اكيد عارفينه، واللي عنده 1093 براءة اختراع تحمل اسمه، لكن احنا كل تركيزنا على المصباح الكهربائي. يكفي اقول لك ان نظام توليد القوه وتوزيع القوه الكهربائيه دي على المصانع وعلى البيوت والشركات كل ده كان بفضل توماس اديسون، واللي عمل ثوره رهيبه في عالم الصناعات الحديثه، ده غير حبه اختراعات تانيين كده في عالم التصوير وعالم الصوت، ولكن مش موضوعنا النهارده. بعد كل اللي قلته ده ادوين بارنز برضه بيحلم يكون شريك لتوماس اديسون. طب حتى يا عم كده خليك موظف عنده او مساعد ليه، مش لازم شريك يعني. لا برضه انا عايز ابقى شريك لتوماس اديسون. يكبر ادوين بارنز، كان نفسنا والله كده ان الولد خلاص كبر وعقل كده وهيبطل هالفطه اللي بيقولها، لكن برضه لسه بيحلم يكون شريك لتوماس اديسون. بالعكس ده حلمه بيكبر معاه، يعني عندنا رغبه قويه ناقصها فكره قويه ويتحقق حلم عمنا ادوين بارنز. يا ترى هي كانت ايه الفكره اللي اصبح بيها ادوين بارنز شريك لتوماس اديسون، وهل فعلا قدر يوصل لحلمه؟ لذلك روح هات فنجان القهوه الجميل بتاع كل مره واستناني انا راجع بعد ثواني. حلقتنا النهارده كتاب فكر وازدد ثراء لنابليون هيل، فلنبدأ على بركة الله. يقول فيكتور هوغو: لا توجد قوة على ظهر الأرض قادرة على إيقاف فكرة حان وقتها. أي حاجة حواليك كانت بدايتها فكرة. موبايلك اللي في إيدك ده اللي أنت بتتفرج عليا منه كان فكرة، المايك بتاعي ده فكرة، الكاميرا اللي أنا بصور بيها كانت فكرة. لذلك في ناس كل همها إنها تجمع أفكار وتبيعها بملايين، الأفكار دي بتعمل مليارات. فوحدها الأفكار يا عزيزي من تبني العالم. أوغست كونت. في الوقت ده ادوين بارنز على الحديدة، حتى الحديدة اللي حيلته باعها عشان يجيب بقى أكل، لا معاه فلوس لا ياكل ولا يشرب، ولا معاه حتى أجرة القطر عشان يقطع تذكره ويسافر بيها لتوماس اديسون. ما كانش فيه قدامه غير انه يتشحن مع البضايع في قطر البضايع، وفعلا يوصل لتوماس اديسون مشحونا في قطر البضايع. واول ما يوصل هناك: لو سمحتوا يا جماعه ممكن اقابل الراجل اللي انا نفسي ابقى شريكه؟ ايوه هو توماس اديسون، يا ريت حد ينده له من جوه ويقول له شريكك واقف بره. يقول توماس اديسون: والله انا اول ما شفته حسيت اني بسم الله ما شاء الله كده واقف قدام متشرد، لكن المتشرد ده كان في حاجه غريبه جدا، ملامحه كان فيها اصرار رهيب انه يوصل لحاجه معينه. والنوع ده من الناس انا عارفه كويس، اللي عنده فكره قويه ورغبه قويه انه يوصل لحاجه او يوصل لحلم هو عايزه. نوع من الناس عنده استعداد يضحي بحياته عشان فكره او عشان هدف معين، وعشان كده انا قررت خلاص اشغله معايا، بس اكيد مش شريك يعني. وده بالظبط اللي كان عايز يوصل له ادوين بارنز. يكفيني جدا اكون قريب من اديسون كده لحد ما ابين اماره او اعمل حاجه واللي بيها استاهل ابقى شريك لتوماس اديسون. ويفضل بعدها ادوين بارنز شغال مع توماس اديسون في شغله كلها ملل كلها زهق لمده 4 سنين كاملين مستني الفرصه تجيله. بص يا ادوين كده، انت وقاعد كده عايزينك تتسلى كده وتكتب لنا كده شويه الورق اللي احنا هنقدمهم لمكتب براءات الاختراع، ولو فضيت معلش في طبقين في المطبخ وحلتين من امبارح برضه خدهم معاك، وفي خدمتين كده خدهم فمين في الغسيل بالمره. جرى يا جماعه انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ لكن برغم كل ده برضه ادوين بارنز ما ملش، ويفضل قاعد مع اديسون يحارب الملل والزهق عشان خاطر يوصل للهدف اللي هو عايزه او يحصل على فرصه واللي بيها يبقى فعلا شريك لتوماس اديسون. الفرصه اللي كتير مننا مش بياخد باله منها. الفرصه دي ممكن تيجي لك مثلا على هيئه ابتلاء، فشل في مشروع معين مثلا، خساره فلوس، انك تخسر شغلك مثلا، او لا قدر الله مرض. كل دي حاجات ممكن تكون فرصه وبدايه لحياه جديده. مش لازم الفرصه دايما كده هتجي لك كده بملامح ورديه من بعيد، بالعكس غالبا تاتي المنحه في صوره محنه. في الوقت ده كان توماس اديسون اخترع آلة اسمها الايدفون. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي جنبي، الراجل ده بيسجل صوته على آلة الايدفون اللي اخترعها اديسون. لكن فريق التسويق بتاع توماس اديسون يفشل فشل ذريع في تسويق آلة الايدفون، وهنا تكون الفرصه لادوين بارنز عشان يستغل الفرصه دي وياخد ادوين الايدفون ويبتدي يسوقها. بص يا عم اديسون انا عايزك كده تديني الايدفون بتاعتك وانا هسوقها لك زي الفل ان شاء الله. وفعلا توماس اديسون يقول له: يا عم خلاص خد سوقها، مفيش قدامه حل تاني، كده كده طريقه التسويق بتاعته فشل، فمش مشكله نجرب حاجه جديده يعني. وفعلا ينجح ادوين بارنز نجاح رهيب جدا في تسويق الايدفون، والاول مره يصبح اسم ادوين بارنز بجوار اديسون، وتكون الحمله التسويقيه للايدفون بعنوان اخترعها اديسون وسوقها بارنز. كاول نوع من انواع الشراكه كان بيحلم بيه ادوين بارنز من سنين، ومن بعدها يشتغل ادوين بارنز لمده 30 سنه مع اديسون، واللي جمع فيها ثروه كبيره جدا. قدر بالثروه دي يكون فعلا شريك لتوماس اديسون. كل اللي حصل مع ادوين بارنز ده كان بدايته فكره، بس الفكره دي كانت مصحوبه برغبه قويه. ولكن السؤال المهم هو كيف تاتي الفكره؟ وعشان توصل مثلا لفكره معينه كده لازم تقعد مع نفسك وتتخيل هو انت عايز توصل لايه بالظبط. وهنا يقول نابليون هيل مؤلف كتابنا النهارده ان في نوعين من التخيل. اولا التخيل التركيبي، انك تجيب فكره من افكار اساسا موجوده بس انت تعيد صياغتها بحيث تطلع شكلها مختلف. يعني مثلا قررت انك تفتح محل عصير قصب، فكره جميله جدا بس موجوده، لكن انت قررت كده تضيف لها شويه افكار ثانيه. بصوا يا جماعه هو فاتوره الكهرباء معلش بتيجي غاليه، فاحنا بدل ما نعصر لكم القصب احنا
هندوك القصب كده وانتوا تقعدوا تبصوا على جنب كده، وبدل ما نشغل اغنيه اكادوا من فرط الجمال اذوبوا، لا احنا هنشغل لكم لو لعبت يا زهر عشان نقدر ندفع فاتوره الكهرباء. كل دي افكار من فكره اساسا موجوده، بس انت قعدت صيغتها وطلعتها بشكل تاني. وهنا هنقول والله فكره جميله بس انت برضو مش عبقري. لكن لو عبقري بقى هيبقى عندك النوع الثاني من الخيال، الا وهو الخيال الابداعي، انك تجيب فكره لم ياتي بها احد من قبلك. وساعتها يا عم الحاج هتكون طاقه القدر اتفتحت لك والبليه لعبت، ولكن بشرط مهم جدا. كل الناس عندها افكار، انا ما شفتش واحد لحد دلوقتي ما عندوش فكره. لو قابلت عيل في الشارع كده ماشي هيقول لك انا عندي فكره يا عم. لكن المشكله ان اغلب الافكار دي بتكون عامله زي كده احلام اليقظه، بتاخد لها يوم يومين ثلاثه وبعدها بتتكل على الله. نسبه قليله جدا من الافكار اللي بتتنفذ، وفكره من غير تنفيذ ملهاش اي لازمه. لكن قبل ما يكون عندك فكره وتبتدي خلاص هتنفذها، لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا: هي ايه القيمه اللي انا هحصل عليها لو نفذت الفكره دي؟ لازم الفكره يكون لها قيمه، لو ملهاش قيمه انا ضيع وقت ليه وانفذها يعني؟ لان ببساطه في الاخر هنقدر نحول القيمه دي لمال، فما المال الا قيمه مخزنه، ورقه موجوده معاك بس ليها قيمه. صح دلوقتي ملهاش قيمه بس مش مشكله، كده بقى عندنا فكره ليها قيمه لكن ينقصها الرغبه. لو ما عندكش رغبه قويه مش هتبدا في حاجه، وحتى لو بدات مش هتستمر. الرغبه هتخلي المعاناه سهله، هتخليك تتحمل المعاناه. لذلك لازم يكون عندك رغبه قويه في اي حاجه تدخلها. من القصص الجميله كده احد تلاميذ سقراط قال له علمني الحكمه. فالمهم ياخدوا سقراط من قفاه كده وياخدوا لحد البحر ويغطسوا لحد ما خلاص كان هيفطس في ايده، وفجاه يطلعه ويساله: انت ايه اكتر حاجه كنت محتاجها وانت تحت الميه؟ اكيد يعني الراجل ما كانش نفسه ياكل ولا يشرب، هو كان نفسه يتنفس. قال له لو انت احتياجك للحكمه بقدر احتياجك للنفس اكيد هتبقى حكيم، ومش بعيد تبقى وائل جسار كمان. دلوقتي عندنا فكره ليها قيمه وعندنا رغبه قويه، يبقى نحط الخطه. لان ببساطه dreams without goals remain dreams. دينزل واشنطن: الاحلام تبقى احلام لحد ما ننفذها. وعشان تحط خطه لهدف معين عايز توصل له لازم تكون محدد كويس القيمه والوقت اللي انت محتاجه عشان توصل للهدف ده. يعني انت عايز توصل لايه والكام بعد وقت قد ايه؟ خليك محدد، لانك لو مش محدد هتتشتت. ما تسيبش الموضوع مفتوح. تاني حاجه ودي اهم حاجه، اسال نفسك دايما ايه اللي انا هقدر اقدمه. للاسف اغلبنا بيبص على جني الثمار قبل ما يتعب ويزرع كده ويشقى ويجتهد. لا انا بدور على النجاح كده في الاخر هحصل على قد ايه. لا فكر الاول انت هتقدر تقدم ايه المعاناه اللي انت هتقدر تتحملها عشان توصل للهدف ده. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، كل ما تزيد القيمه اللي انت عايزها كل ما يزيد الثمن اللي انت هتدفعه. لذلك في الاول قلت لك خليك محدد في القيمه عشان القيمه هتحدد الثمن اللي انت هتدفعه. فما الحياه يا صديقي الا صاحب عمل يعطيك ما تشاء ولكن هتدفع في النهايه. هتدفع يعني هتدفع. ابو بلاش ده انا ما اعرفوش. الاستمراريه والالتزام. لو ما عندكش استمراريه وما عندكش التزام اقفل الفيديو وروح نام. لو ما عندكش استمراريه وما عندكش التزام اقفل الفيديو وروح نام. تنفع مطلع اغنيه حد بقى يكتشفني يا جماعه. فالفائز لا ينسحب ابدا. لو عارف نفسك مش هتقدر تستمر خدها من قصرها كده يا ابن الحلال وما تبداش اصلا، لانك هتبقى بتضيع وقتك على الفاضي. لذلك في الاول قلنا لازم يكون عندك رغبه قويه، لان الرغبه القويه هي اللي هتخليك تستمر. اوعى مثلا تفكر كده ان انا قاعد بصور لك الحلقه دي عشان انا حابب الموضوع ده. ممكن اكون بصور وانا تعبان جدا وانا مش في المود وانا زهقان وقرفان زي بقيه الناس، او عندي مشاكل كتير في حياتي، بس لازم اصور وانزل حلقه عشان عندي التزام ناحيتك. اوقات كتير مش هتكون حابب تعمل الحاجه اللي انت بتحب تعملها، بس التزامك هيخليك غصب عنك تكمل حتى لو تعبان وقرفان وفيك وجع السنين هتكمل. الاستمراريه والالتزام هيخليك لما تفشل تبدا من جديد. الفشل مش عيب، العيب ان احنا نقع وما نكملش تاني. بس اوعى طبعا تعيد نفس التجربه بنفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفه. لازم تغير في الادوات والخطوات بتاعه التجربه عشان توصل لنتيجه مختلفه. لذلك يقول اديسون واللي بدانا بيه حلقتنا النهارده: انا لم افشل ولكني وجدت 10,000 طريقه واللي بيها ما تقدرش تعمل مصباح كهربائي. الراجل حاول 10,000 مره عشان يقدر يخترع المصباح الكهربائي. لذلك يقول اديسون ان النجاح ده عباره عن معادله، 1% موهبه و99% من النجاح ده اجتهاد وتعب. مش شرط تكون عبقري عشان توصل، لكن يستحيل توصل لو ما عندكش استمراريه وما عندكش التزام. وفي النهايه يقول اديسون: سقوط الانسان ليس فشلا ولكن الفشل الحقيقي ان يبقى حيث سقط. انت عليك فقط انك تسعى وتجتهد وتاخد بالاسباب وسيب الباقي على ربنا. اكيد ربنا مش هيضيع تعب. وفي النهايه وانت بتسعى ما تنساش اخوك برضه، وانزل اعمل له لايك واعمل له كومنت واشترك في القناه وفعل الجرس واتفرج على الحلقات اللي فاتت. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من ميكي بيتيا. سلام.